يا حامل القرآن. الحمد لله استقبلت تشجيعات جزائرية، وأول حافز لي كان الشيخ. شعرت بالأنس لما كنت معه، يعني كنت في لجنة التحكيم، شعرت بالأنس، يعني ما كان نزع الخوف من قلبي. الحمد لله يعني استطعت أن أنافس البنات الدول الأخرى. أهدي هذا التتويج لبلادي الحبيبة الجزائر، ولكل حفظة القرآن الكريم في الجزائر وفي العالم الإسلامي. أشكر كل من علمني، مشايخي، أساتذتي الكرام، الأستاذة ليلى شبلاوي، الأستاذة وسيمة عايد. أشكر إمام المسجد، مسجد الحمزة الذي أدرس فيه في بلدية العمارية ولاية المنيا.